الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، سنتكلم حول بداية وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. أولا الهجرة، نحن قلنا الرسول هاجر، فهاجر سنة من سنة الأنبياء، معظم الأنبياء هاجروا إن لم يكن كلهم. إذا ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شيئا غريبا، حصل مع الرسول ما حصل مع غيره من الأنبياء، فالرسول هاجر من مكان إلى المكان. هذا سنة الله مع أنبيائه ورسله. هذا أولا. أما بحث هجرة پیغمبر کو گشت مدینه دست پیک حیاته ویا مدینه ایجا بری هر تشتی هجرت تشتکی خاص پیغمبر منون علیه الصلاة والسلام هما بجا توکی پیغمبر خدا هجرت کرنه توکی، بلکه حضرت سلیمان هجرت نکر و او خو لای داود علیه السلام او دولت کان هبولوی و کیدی اما پیغمبر خدا تماشات که هر یکی ورا چه ورا بردانه او چه هاتیه ور حسب شکل کی بلا و مصیبت هاتیه سریوان ایجا هجرت ام بجن سنتکی عادتکی توکی پیغمبر خدا هر پیغمبر ابلا هاتیه سریویان هجرت کرده. حضرت ابراهیم مثلا جو اورفا ام بجن انا بجن اورفا روها جو هاتیه حتی سوری حتی فلسطین حتی مصر مکه ور حاصله کلام هر قريه يعني. حضرت موسى شكو حتى لكوتشي هارون إبراهيم عليه السلام والحاصل أبلا ومصيبات هاتيا سري تفكيا. إذن يعني مسألة هجرة قانون كي هاتيا تفكي سري بيخمبرا خدا عز وجل بين صلاة وسلام خدا سروان بين. طبعا الهجرة لها مكانة كبيرة. الله عز وجل خصوصا هجرة المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل مدحهم بصفات كثيرة، وصفهم بأن المهاجرون أهل الإخلاص، آيات كثيرة في هذا الموضوع. وصفهم الله عز وجل بأنهم من أهل الصبر، وصفهم بأنهم صادقون. الصدق صفة عظيمة جدا. الله عز وجل وصف المهاجرين بأنهم صادقون، وصفهم بأنهم أصحاب الجهاد والتضحية، يضحوا في سبيل الله عز وجل. إذا صفات كثيرة الله عز وجل مدح به المهاجرين، وهذا لم يخصص الله عز وجل أحدا غير المهاجرين بهذه الصفات الجميلة الجليلة. إجا هجرتها بسلمانة چند تشتی خوش خدا در حق هجرتها واندا قوتيه. خدا در قرآن خدا قال اوقات که مهاجرات که هجرت کرنا دبی او خدی اخلاص نه اخلاص مزانه چه کلمه که عربیه يعني اوی کنیت وانش بونه خدایه اویا یک يعني خدا جهر کسی را وی گوتنانه نابجه کوان انسان مخلص خالص بونه خدا تشکی کرنه خدا دبی وانش بونه خدا کرنه. یک آدن خدا جوانا دبیجه وانا خدای صبرینه. هر کسی را خدا نابه خدای صبر لیدوی وانه مهاجر اوانا خدای صبرینه. صبر جی مکافآت ویل جم خدا به حسابه. خدا عز وجل في القرآن ده دبیجه دبی خدای صبره از مکافآت کی خیره که بیسی نورد دمان. يعني مثلا تلميش بكي خيرا بليه تنزا چه بكي بليه لك صبر بياج مثلا روجي خدا بجا خيرك بيسي نور عدد ما يعني چه قصلاق خديه صبر کرنه. خداج مهاجر رد بجا وانا صادق يعني راست درست. هر کسی روسانا بجا اولئك هم صادقون دبي وانا انسان راستن. معنى راستي چه تشتكي دبيجي کرنه تو خبردان تو كهون. خداج وانا را گو ایمان و هي گو بله گو ایمان و هي بداخش فر هرم ویالی نگوتن امناشن چون يعني تشتي که گوتن دل وان ده هبو ده براتيكا خدا آني جيل صادق ابا معناوي آخافتن کرنا وان هر دو وكهبن. خدا جار قادید بجا وانا مجاهدن به وانا فداکارن. تضحیه زمان عربی ده فداکاری. خدا بجا وانا جبون من فداکاری کن او پر تشتي دنت بجا دبي خدي ایمانك بقوت وانا خدي صبرين وانا كلكا پیغمبر سكنه آلیکاریا پیغمبر کرنه ور حاصل چعبه وان رحمه خدا دایبانه تف رب عالم در حق مهاجره دا گوت يعني هجرت تشتكي برمازنه. لو ما پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجه اگر کو از مجي هجرت نكره از نج مهاجره بما من بقوت اجي يكج انصارم ليه من هجرت كريه هجرت اني خيراي بريق مازنه يعني. ولكن هناك امر اخر أحيانا الناس يخربطون بين الأمرين يخلطون الأمور. بعدما هاجر الرسول فالله عز وجل أمر المسلمين بأن يهاجروا ويجتمعوا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يكن لهم قوة
لذلك الله عز وجل عاتب وحذر ووعد بوعد شديد الذي يستطيع أن يهاجر ولكن لا يهاجر، يفضل بيته وأسرته وعائلته على الوقوف بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل حذرهم، قال لماذا لا تهاجرون؟ لماذا؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي الذي لم يهاجر. فالله عز وجل لماذا لم تهاجر؟ أي كنت ضعيف هكذا. فالله يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الله عز وجل له أراضي كثيرة، لماذا لم تهاجر؟ فالله عاتب الذين لا يهاجرون عمدا ولا يقفون بجنب الرسول ولا يكونون الجنود الأولى للجنود الإسلام، فعاتبهم الله عز وجل. ولكن هناك أمر آخر، هناك أحاديث كذلك الرسول يقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ولكن الحديث يمكن أن نربطه بهذا الوقت فقط، ليس بعد ذلك على المسلم أن لا يقيم بين المشركين. نحن هنا ماذا نفعل؟ وهناك من دخل في الإسلام. إذن الحديث له وقت خاص محدد بهذا الوقت، حينما أمر الله رسوله بأن يهاجر فقال أيها المسلمون هاجروا واذهبوا وكونوا مع الرسول حتى يكون له قوة، وإذا حصل قتال بينكم وبينه حتى لا تقتلوا مع المشركين. ولكن بعد ذلك رفع هذا الأمر. تشتكي دي خده إجا تشكر قلوب سلمانا هجرت بكن زو هرن أبيك هجرت چی نکن و چما هجرت ناکن؟ خده گو عذابك مازن جواره هم و چما هجرت ناکن؟ لو را دست پیکا اسلامیه خده بجه برا مسلمان جیکی کون ببن، برا قوتا مسلمانت چه بواد سروک محمد علیه الصلاة والسلام هرن دور ای کون ببن. نبکی فاتحت بجه ولا از ناچم اعتنا چی بی پیغمبری چه بکبتنی؟ ناناش مکیرا و مسلمان در دورک تک تک مونه مسلمان یعنی. گون چما هجرت ناکن؟ ایجا رب عالم در حق وان دا آیتشان و اوان کسی که ظلمه خود کرنه هجرت نکرنه ملائکتین رحی وان دستینن دبی کرو تچما هجرت نکره دبی از نکار بوم و رد بی عرض خواده فرایت تچما در نکتش نوا وان کافره. یعنی خواده پشتی که پیغمبر شو مدینه تهدیده که شانج مسلمان را گو هجرت بکن او جاق مسلمان پر بلا نببون یعنی جیوان بلی بون اوی که خبر چو گو اوان طبعا هنکا پیغمبر گو نینه اوی که قرار پیغمبر استراتژی هبون یعنی جبر پینکی پروژه پیغمبر هبون گرین که مسلمان این کی جدا بمین لازمن یعنی وکا احتیاط بجن احتیاط یعنی یدک لیوکی دی خدای گو چما هجرت نکن رب عالم آیتشان وان تهدید کرد وان گره هجرت بکن برا مسلمان کون ببن. حتی مثلا حرب بدر دا اینکه مسلمان فقیره بزوره هاتبون ای تو باتن کشتن چه بونا یاش اینکه مسلمان مکه دا ما بون پیغمبر چو حدیبیه ام بیشن ایک باتن کشتن چه بونا وان انسان یعنی خاینات دوستی کدا تو مسلمانی و دست مسلمان هاتی کشتن اول که لکا کافر سکناندی خدا تهدید که مازن جوان راشان و حدیث که پیغمبر جی از وی حدیث بیشم جوان جانا انا کی مسلمان ما یکو پشکی فهم وان که ما وی حدیث بدینند کن بلا سر خوب پیغمبر گوتی او مسلمان کن لوا کافر سکنه علاقه من جهفتنه یعنی از بری امجه ام بری علاقه ما جهفتنه اوی حدیثی تین سر ایرو تطبیق کن سر ایرو دبی در چی مسلمان لوا کافر به ایمان ایتنه حال بو که اف حدیث وان آیت هفت تمام کن خودش عالی که دا تهدید کرد پیغمبر عالی که دا تهدید کی جواناشان یعنی معنی آیت قرآن پیغمبر جو علاقه مشتتنه ها حتی عالم بجن بری که پیغمبر گوتیه بری یعنی علاقه مش خاینتتن ابا معنوی خاینت دوسی مدانه ها جمال کردیه دیاربکر دی کلک شیطانی جو یعنی وقتی باشی باش نجوات کشتن یعنی توری کشتن علاقه مشتتنه یعنی تا حدت مسلمان کی بشاشی تیوره کشتن خایناوی دی پیغمبر گو علاقه مش خاینوتنه معنی حدیث اواکینوه ایجا اینکه مسلمان امد بنا والله معنی حدیث ابا ایرو کیجا مسلمان لوا کافر به ایمان ایتنه چو جهنمه حيرا 10 مليون مسلمان أوروبا هنا والأمريكا هنا وبركي جانا أم الفر مسلمان فان دراد ها خدمتك خوش دين رادكن هذا أم بيجن أم جناكار مالا مخرب ومهاتن فرا ليه مسلمان يكل فراد بمسلمان يجيبك فقيرو كيوي قبولك أنا ألماني كبنا مسلمان نورجي كبنا مسلمان كي وان قبولك دولة ما مسلمان يكي وان قبولك هي خودش درازي دولة ما دون شكون أم بلا سري خنا إجا ونه ورن بلا سري بدهرنت بي إجا أمي هر النرويجتي ورن ولات ما هر نظام کجا دولت آلمانی هرن انگلیسی هرن فرانسیه او
بسلمان بجوم سرچحواراتنا دولة إسلامية يعني ملت ما جارك دولة مش معادسن إجا وانا قبول بكن يعني هناك تشتا عالم جواتك وانا تبيجن قرب عاقل بيش قال لك جين جماعة عقله والله فهمت كيف أودر تير مسلمان بتشاوروا في إيمان وماتنا وبون كافر والله الحمد لله جامعة مهنة وعبادات مهنة وطاعت الحمد لله نبونا كافر أوروبرو ملتت كيف إسلام يجي يعني جانا درمانه كيشاش يجي حديث وآياته كي معرف جي كيشاش تا بخبتنا مالا مرفا خراد بقى بيجي براد بيراوه ده بلو رجانا سؤال تاني زانن ده والله ما مصاكي تلفزيون ده وها قوتيه شوفكم سيدة إيمانا ما شو مالا مخرب ومبو كافر حيرا ونبونا كافر خد جوان إمام راضي بقى قال في تشتهاني نكين طبعا الهجرة معناه كما قلنا أن يهاجر وهذا معناه أيها المؤمن أنت في الامتحان هل نجحت أم لا فالذي هاجر مع الرسول يكون قد صدق في إيمانه وأصبح مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون للمسلمين دولة يقوم عليه وكذلك دولة ينطلق من خلال هذه الراية لنشر الإسلام لو كان المسلمون متفرقون في أماكن في قبائل في بلدان ولا يجمعهم جامع وليس لهم قيادة راية يحاربون تحته أو يجتمعون ويتفرقون لتبليغ الإسلام لن يكون للمسلمين قائمة فالله عز وجل أراد أن يجمعهم وأن يكون بينهم تعاون ولهم قائد يرشدهم ويدلهم وبعد ذلك يكون اللبنة الأولى أو الأساس لقيام دولة إسلامية طبعا هدف هجرت جمعو اولا برا ایمانا کی راسته کی نراسته توزدایا خواده آد دویا کمبونا مسلمانا جی کی چیدوه جبونه temel devlete ka İslami ve rağbetin temel. Müslüman ekçun Medine o temel zanışı ne olsa kevri avldatini seri binayı ki avat ki. Esas temel eve manavi jibon ekçe bebe xwade go bra Müslüman verin. Ticaret avan gora İslami, zavac avan gora İslami, harb avan gora İslami, sulh aşiti ol hevatin avan gora İslami, hayat avan bra gora İslami. Bra devlete ka Müslümana çebe o jü devlete hane Müslüman bederva daharın İslam milleti rabeş. Tebliğ dini xwade bkin. لقابا كوبينش حبل فيرو داي حبل فيرو بيست حبل فير سروكا كتنا رهبرك كتنا ليدرك يوانتنا امي كودا هرن ولا تزاني وكا ايرو الفاندر امس بي خوينا يعني هر جامي كي بجي كذا هر ملته كي بجي كذا لقابا كم يكبونا دنگ كي خبردان كي وي وقت ما قالك تشتات كاربو بكرا جبون بدنگ مسلمان دركه بقوت خدي امر كرغون تفجي كي كوم ببن مازني وجي افيا والدورا يكون ببن اولبن سياوي سي زانش شمسياوي دويدا اجا داره و برهشیم به داره کی دینن افدار آن داره هجرت یا با اسلامیه ورن کوم به برا داره و قوت به وند کارم دین خودش ملت را بیج یعنی هجرت اول معنی توپونا قوته و یک سروک کی و مستشاری وی خدمت و کار و دعوا اسلامی بلاب کن پشتك ما بيا خوان اجامه بيجن طبعا بعد ما فهمنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يدخل إلى المدينة فأرسل إلى بني النجار بني النجار ربما أكبر فرع في من أهل المدينة من القبيلة الخزرج يعني أكبر العائلة الكبيرة بني خزرج عفوا بني النجار أرسل إليهم قال أريد أن أقدم إليكم طبعا بيوت متفرقة ولكن يمكن أن نقول المركز هو داخل المدينة فالرجال تسلحوا ولا تنسوا تسلح القوة تحتاج إليه دائما تسلحوا وذهبوا لاستقبال الرسول مع الذين معه فالرسول دخل بدأ يدخل إلى المدينة ولكن كان هناك مشكلة الرسول صلى الله عليه وسلم متحير كيف سيحل هذه المشكلة لأن الأوس والخزرج كان بينهم سنوات طويلة من الحروب ومن القتل وبدأوا شيئا فشيئا يقتربوا من بعضهم ولكن المشكلة لم ينتهي بعد فالرسول كان متردد ومتحير أين أذهب إلى بيت من لو أذهب إلى الفلان القبيلة الفلان هناك الشياطين لماذا فضلكم علينا يذهب إلى الفلان لماذا فضلهم عليكم هناك من يبحث دائما عن فتنة حتى يشعلها فالرسول كان متحيرا ولكن لا تنسوا شيئا إذا تحير الأنبياء أو البشر الله يتولى الأمر مباشرة يقول خلاص خلي علي أنا أعمل أنا صفي الأمر فالله عز وجل تولى هذا الأمر وحل المشكلة كيف سنقول بعد قليل پیغمبر علیه الصلاة والسلام حاضریه کردیج ملت مدینه را گو اول تدی ما گو قبا در دور ویدی چند رو خلاص بود داوی اول نوا باجر مدینه بو از خوازم ورم
خصوصا بني النجار او جي پرچکی ج خزرج او اسمه گو بسما میبن لی اوی زیده خزرجن بني النجار جي باب ان مازنه ناواندا پیغمبر خبر جوان شان گو است خوازم ورم جامعه و کامرا سلاحی گرتنش خون شروانن یعنی چون پیشا پیغمبر دزانن هر تشهد و انسان عاقل تجربه وانه هي يعني یا یک هات کره کل پیغمبر خست چه و چه نبه ایجا نو هاتیه و دور کافر هنه یهودی هنه مشرک مکی هنه سلاحی گرتن چون پیشا پیغمبر یدی بوان را در باس نوا مدینه بولی پرسکره که بو پرسکره که یعنی مشکل سورنا کمازن هبو او سو خزرج سالا شر کرنه انسان اگلش هف کشت نه هیدی نزیکی هفونه اما بری نوان باش نبیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام کده هر نکاره هر مالا وی عشیره ادنه ادله وان ببینه هر مالا وانا ادله وانا ببینه لورا انسان خراب پرن پیغمبر هر مالا کی یک وره بهجه چه مانات مالاوه فرق و رومتی که پیغمبر فقیر و تدا ما یعنی اف در دهانه هبو لیش بیر وانه کن عادتا کی پیغمبره هیه خدا عز وجل بوارا و برکی پر اجاره امجی جانا انسان حیرید منه کتش تکیب که خدا بيجا اشترى صافيتكم دنگي هناك اجا بيا عايده من از بيا صافيتكم يعني پره تشتاو ساكنو چهد بن پیغمبر چاره وانتنا نکارن تشکی بکن خدا بيجا دنگي هناك بيا صافيتكم بيا عيشتنا عيشه منه تبس انا زي مساله تصافيتكم اف درد هاني هات سر پیغمبر چوب که نزانه هر مالک بلا و مصیبتن رب العالم جرا وحی شان گوت جوان او ساکنو بيجا دفتر در دست خدا در خدا بيجا چه زوا قاويد كم پیغمبر خدا شكر امانه بيجن ان شاء الله. طبعا كيف تولى الله الامر اوحى الى رسول صلى الله عليه وسلم بان يقول للناس ناقتي الجمل مأمورة الله عز وجل الهمها بان تذهب الى المكان المناسب الامر ليس في يدي افتحوا الطريق للجمل اين تذهب اين تجلس فالمكان أو يقول بركة الجمل يعني أين تقف هناك سيكون المنزل والمسجد فالجمل دخل هذا الشارع وهذا الشارع وهذا المكان الكل فهموا بأن الأمر ليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كلهم يتمنون ولكن الله عز وجل قال خلاص لا دخل لمحمد بهذا الأمر أنا ربكم وخالقكم سأتصرف فذهبت الجمل وجلست في مكان حتى يقول مرة مرتين جلست تذهب وتعود إلى نفس المكان فالرسول قال هنا المنزل وهنا المسجد أي منزل قريب منا فكان هناك صحابي اسمه أبا أيوب الأنصاري اسمه خالد ولكن معروف بأبا أيوب وهو يعتبر من أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم من أخواله فقال بيتي قريب فقال الرسول خلاص إذا نجلس عندك ومكان الدابة سيكون المسجد فالله عز وجل حل هذا المشكلة بهذا الأمر وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المعضلة بلا فتنة كبيرة يعني خدا پیغمبر خدا چه وصافی کرد پیغمبر خبرشان گو تجوان را بیجی دوامن هر لکو رابه لکو رونه مالا ملویه جامی لویه دست میدانه نه جوان را بی خبر آنه گو او دوه جهاد وکا انسان اکی با عقل دفر دادگره وی داد چه تمام فهم کرد که عیشه پیغمبر نه اف حیوان آنش مکی هاتیه چه مالا ملک ناس که چه سوقاق و جعده کولانا ناس که فردا چو الجهه کی ساحه کی هبول وی سکنی حتی هنکی کتاب بیجن رابو جار قادی چوات سجیخ سکنی چو زفری جار قادی هاتی ویجی آنه سکنی ها یعنی پیغمبر گو میدانه کی بو بچکی گو والله مالا می دلورا ملورا بسه جامعه خوش دلورا چکن وی مسئله دست پیغمبر درکد و دوی مسئله هانه دا وی پروبلم هانه دا خود پیغمبر بسوکایش ناف درخست دستم دانه نه از هرم کوی ملت عاجز به گو نه بیا دی خما خدا عز وجل دی مسئله سوک کرو کو فتنه کی چه نبه لو روانه هجا نیاری هبن دی بن دوستی هب نیارتی اما خلاص به هر دم حاضر کو فتنه بتاقه یعنی جبیر وانه که پروبلم کی ناف ملت دا هبه جانا انسان بجا بی پروبلم خلاص بولت نیری خلاص نبیه دل انسان ده هجا توخمی مانه توف زانه چنه یعنی توف مای گاوا کو آف لیبه وی توف هیشند به مثلا انا عربستان چولوان تف هیشند به چما توف بزرد عرده ده ولكن آف لیبه او هیشند به آف نه حشت به افت نجک بکه دل انسان اکی کو جاره کی دو سه چار بین تدی فتنه درکت و تی سوان انسان ای به فکه
إجا خده اف بروبلم هاني في شكل هاني صافي كرو وبلا ومصيبتي سفكر. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منزل أبا أيوب الأنصاري، قلنا يعتبر من أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيته كان طابقين، فهو طلب من الرسول أن يذهب إلى الطابق الأعلى، ولكن الرسول قال يأتيني الضيوف أحب أن أبقى في الطابق الأرضي. يعني هو حاول والرسول حاول، فخلاص قبل الأمر فذهب إلى الطابق الأعلى والرسول بقى في الطابق الأرضي، حكاية بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو صعب عليه أن يكون أعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فمرة من المرات يكب الماء أو يكسر أحد الإناء يعني، فالمساكين يقوموا ينشفوا الماء حتى ما ينزل على الرسول. سابقا السقف لم يكن مثل الآن باتون وهكذا، ربما خشب أو أمر بسيط يعني، فيتعب كثيرا. هذا يجري معه، وبعد ذلك يذهب إلى الرسول يقول أحب أن تذهب، والله نحن ما نستطيع أن نعيش هناك، بالأمس حصل معنا هذا لم ننم إلى الصباح حتى لا يأتيك الماء. وكذلك هو كان كل ليلة يقدم الطعام للرسول، وحينما يأكل الرسول يعيد إليهم الطبق أو الطعام، فهم يبحثون عن مكان أصابع الرسول، يقول حتى نتبرك بهذه الأماكن. ولكن في مرة من المرات أو يوم من الأيام يرون بأن الرسول لم يأكل، يأتوا يقول لماذا لم تأكل يا رسول الله؟ لم نرى أثر أصابعك في الطعام. يقول كان فيها بصل أو ثوم هكذا رائحة يعني، ونحن ما شاء الله نأكل كثيرا. خلي بالكم من هذا، الرسول لم يأكل ومعنا مطبوخ. قال يأتيني الوحي، الوحي يأتي، فلذلك نعم قد تقول لا يأتينا الوحي، ولكن نحن نجلس مع بعض هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل أناجى يعني يأتيني الوحي، فلا أحب أن يتأذى مني الملك. فيقول خلاص بعد ذلك لم نطبخ، لم نجعل في الطعام الثوم ولا البصل حتى الرسول يأكل صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك جرى معه. طبعا پیغمبر شمال ابو ایوب مگو خاله پیغمبر هات دبی داشی خدای مسئله فکر يعني یک به تشتکی به چون مال خاله خو يعني خاله منتن تفرد او خدای صافي كر. اجا ابو ایوب مال يد قاتبو بعمره خوش تقریبا 5 سالش پیغمبر بچوکتر بوش بیروانه کرد. اصلا خدای ایمان کی بو انا قبر ایوال استانبول ترکی استانبول جامی کی سر چکنه دبی ایوب سلطان جامی ایوب سلطان هات لبی تقریبا عمری 101 سال بو هات جهاده 101 سال حساب کن. ایمان دو عمری ما 5-6 اند بجوش کنه امرینه يعني او عمری بو 101 تبی عسکری اسلامی هات لوان داره اولوی نخواش که تو وفات کرد يعني گو قبر مج دفن بکن برا هر کس نام مجبون خدای حتی وان داره خدمت کی کریه يعني هات بو دعوی وقتی هات بو طیاره نات بو يعني بو وقتی چه به دبه بن پایا بن حسب هاتیه. اجا ابو ایوب مالا ود طابق بو وكان طابق وانتنا بو يعني هاي سوفر داویده خانی وقتی اجا فقیر و خوازک پیغمبر هر جوره دبی از نو کارم سریا پیغمبر دا بسگن پیغمبر بنا قاطع عردج مراد هر حتی میوان چنوتنه نورماله يعني میوان پیغمبر میوان چنتنه ابیا مجبور قبول کلی شبکی شوا آوا وان درجلو طبقه وان دش که نظام چد به آف او جبانه کو آف سر پیغمبر دا نه وی وقت مال وان جاکب انا بتون نبون دار بون تختک بون پلک بون تشته و ساکن و جبانه نه خواره دو بطانی که وان دبی جله کی مدا سر معاوض و کر جبانه آف سر پیغمبر دا نه خواره پیغمبر عاجز نبه سر اسپیت بیا رسول خدا دبی خدا هم فراب کره مناف کره تنای دبی یعنی گرت هر جوره چه بود دبی این شرح حتی سر اسبی امرن ما هنکی آوه رای جبانه عاجز نبی آف سرتا دا نه والله ما جل مری اخترت آوه دا معاوض و کر برا داملا کی سرتا دا نه خواره او زحمته يعني ام اداره ناكن ام وقت بيجي هردم على رمضانه پیغمبر دو تام از هرم جوره مادام الاوقات خوازن پیغمبر چه طبقه سری او اجره او تشکی دیجی دیگلوی ابا ایوب پیغمبر میوانی و خارنه جره هر شب او خارنه دم پیغمبر لی تماشا کن عقل وان کو تعب وان دا پیغمبر ذاته کی چقا مبارک بو جی کو پیغمبر خارنه خوش نتلیاوی دا که انا و نبجن او قصا کباب و پیتزا و همبرگر و توست و با فاصولیه و بام تشت يعني ده چه هبونه فقیره يعني پیغمبر اوات کرد بخاره تشت کندت خار اوان تماشا کرد شو نتلیه پیغمبر کدان تلیه وید کدا جای خاریه جوید خارند گو برکت تلیه پیغمبر انا جنی کی مسلمان را بجو بجو تف کافرن يعني برکت چیه ور حاصل ایجا شبکی چه تسره وان خی خوارنه کی چت کن پیوازات کنه سیرات کنه ور حاصل تشتکی ببینه تشینن پاشک پیغمبر طبقه زفرنه تماشات که شو نتلیاتنه
لا حول ولا قوة إلا بالله تيد يا رسول خدا تشما خوارنا خواريا ما تشكريه دبي في بعض الأنصير تذهبون ملائكة مرا وحيتي از ناخوازم بیناوی هرکی يعني لو ما از ناخم دبي أوروبا دايديم في بعض سيران ناخ نباي پیغمبر يعني ابا ایوب خواه ماله هدی خوارنه چه که پیواز و سیرا ناخه نابجمانه که پیغمبر کار بخو طبعا معنوي ونبجن وحش مراناي وحش مراناي اللي امكي لك هبل اللي برجارة اجوي بينا پیواز ام عاجز بينا سيرا هش مات ام مزقفت درافن معنوي او نبجن يعني وحش جبرائيل مراناي ام سيرو پیواز بخو نخون ونبجن من إيفاري خواري حتى سرس بينا والله بينتي يعني قوي مرة بين درتي يعني هو في ظانبن نفس تقري بين عرق وهذا بين درتي دكتورش دبيجن باشه لأنه قاعد دكتورش دروات كان هناكي پیغمبر قوتي نخو نين مزقته تشتي پیغمبر بيجا راسته پیغمبر بيجا طبخ بكلينن يدري محبك إيفاري آويتي ما آوي سرده بخاري 24 ساعت خلاص بو بيناي نايمن نه 24 ساعت چلو 8 ساعت بينايتي آگه داره بيابين طبعا حصل أمر آخر نقول ونكتفي به اليوم جو المدينة كان جو فيها رطوبة جبل أشجار فالصحابة الذين هاجروا تعبوا كثيرا معظمهم مرضوا أبا بكر منهم بلال الحبش مرضوا مرضا كثيرا كانوا يتمنون الموت يتمنون العودة إلى المكة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو اللهم حبب إليهم أو حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد حتى لا يفوت الصحابة أجر الهجرة فالله عز وجل استجاب دعاءه فأصبحوا يحبون المدينة ربما أكثر وكان هناك وباء مرض لا تنسوا الآن غزة مثلا أي بلد فيها حرب فيها تدمير فيها أمراض فيها أوباء فيها مشاكل كثيرة البنية التحتية ما فيش فجو المدينة لم يكن مهيأ ليس نظيفا مثل المكة كان هناك حروب دائما فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأن يرفع الله الوباء الموجود من المدينة إلى الجحفة كان مكان بين مكة والمدينة أي اللهم ارفع عنا هذه المصائب والآفات فالله عز وجل رفع وأصبحوا يحبون المدينة وبدأوا يعملوا على تنظيف المدينة وأصبح المدينة مدينة بمعنى الكلمة يعني بلد فيها مجاري فيها هكذا تنظيف الزبالة له مكان خاص الحمامات مكان خاص يعني بدأوا يرتبون أمر المدينة تشتكي بمشكلة كدي هات سرب سلمانة بتشتكي هات المدينة باجارة كينو وكان بيجن تايون جوالات تين واندرا غير مسرمة هي ايش ام بيجن 40 درجة هاتية مينوس بنيا 0 دا 20 درجة سرمایه مسلمان جمعكي هات المدينة مدينة بشكي نورمال بو چياوي هنه دارت ده هنه كفرت ده هنه مدينة مكي كفر هنه ما دارت ننت ده مدينة كي سرمایه يعني رطوبت داوي هي اجا فقير صحابيه نخوش کتن باش نابن دکتر مختار تنن رطوبت جمدن هواوی نخوشه فقیر عاجز بو نخوش کبن ابو بکر نخوش کتیه بلال حبش نخوش کتیه حتی عایشه کو خانم پیغمبر کل فتاویه تیتا ماشد که ابو بکر حالی تنه نخوش کتیه پریشان بیه بلال کتیه بلال بیا خجال قدیم چوما مکیش خالی بمرا ما چیتر وشوان درا مسلمان ایدید فقیر عاجز بو نخوش کتن عایشه هات گویا رسول خدا والله دردکی می مازن هه وانا نخوش کتن وانا جبرا حس نکرن هوانا نورماله يعني جيكي رطوبات و جيكي زوا نوكا هفن پیغمبر هات سردانا واند كر و یک دست خسر واندا و جوانا دعایات کر و دعا که خویا مشهور جی کر گویا ربی تم مدینه دل مدا شیرین بکی چاوک مکه دل مدا شیرین بیه حتى قلتنا پیغمبر از بجم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وبارك لنا في مدها وفي صاعها وانقل وباهها إلى الجحفة جحفة باجارة كما قلنا برا مدينة پیغمبر قو يا ربي دل مدا شيرين بكي يعني أنهم دك وكان مكة شيرين با زي ترجي با ده خوش تتبع تبركات أخو بكي مدو صاع وكان بيجن شاب وعلب وربك هنا واني كو جانا مرما برا بري بيد فروتوان قياس يعني تبركات أخو بكي يعني باجارة كي تجارت او آزرعته تبرکت اخت خیوانه یا ربی دل مدا شیرین بد وی نخوشینش باوجی نخوشینا مدینه شبو بیاج بیجن هر باجاره کی کته دا کشتن هبه شر هبه شر ام بیجن دمکی حلب جدا شر هبو کوبان دا شر چی بو ور حاصل کن انا الغزه شر جیب شر بمباتن آبتن مال خراد به
نخوشی چید به میکروب چید به جنازه بن عدداد مینن وی وقت جنازه ندمان اما کشتن چید به گاوا کشتن چی بو ویران چی بو نخوشین درته میکروب چید بن نخوشینه کو آنا داید گوتن کولرا یعنی طاعون نخوشینه وقت وانا ای پیس کش گوشت انسان درته قلیرا انسان درته میکروب جان انسان درته مدینه بازار که ساکن و بریا کشتن هبوده دا فقیر فرصت نبود که بازار خو آوا بکنه رو شرط کنه هفت کشتن یعنی هر جاره شهر چه دی حبسی حب انسان وی وقته دما کد بازار کی داج بازار کم بجن هزار انسان تنبونه یک انسان کی باتا کشتن مصیبت قچ قام لازم بو مثلا الولات ما دگون دکی دا یک ور کشتن نیوی گون خراد بر نیوی خراد به ملت رابه مال خود بیانه ایجا اب نخوشین پر بول مدینه میکروب نخوشی گمار ایجا پشتو کی دی مسلمانان هاتن ایجا پاکشی دست پیکرو مال خوشک آوا کرنو قنال خوی توالت هم بجن توالت ترتیب کردن توالت جیجرا چه کردن آب حمام جی چه کردن پاکشی کدی کت مدینه و نخوشین مدینه جی خلاص بو حتی برا بس هیبیدارن کو خدا عز وجل تشتی خوش بکن سیب مددین مدد آخرت مدد زیارت قبر پیغمبر و بازار مال خدا جی خدا بکن سیب ما ان شاء الله. ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.